هاد القصة اللي غنعاود لكم دابا تقدر تخلعكم شوية. على سميتي سلوى، كريت واحد البيض رخيص وفي الليل كنسمع طفل صغير كيبكي. هاد القصة عمري ما كنت غنحكيها لشي حد، ولكن اللي وقع ليا في داك البيت ما يمكنش يبقى مخبي. على سميتي سلوى، ومن بعد ما طلقت بقيت بوحدي. كنت خدامة غير بنص نهار، والكرا في هاد المدينة غالي بزاف. كل نهار كنقلب في الإعلانات حتى لقيت واحد الدار قديمة وبثمن رخيص بزاف، رخيص لدرجة أنني خفت. ما توقعتش الدار غيكون فيها هادشي كله. تبعوا معايا القصة حتى الاخر، حيت القصة فيها بزاف ديال الأحداث اللي زوينين وبزاف ديال الأحداث اللي كيخلعوا. ايوا واحد النهار ما خدمتش ومشيت باش نشوف الدار. كانت في الطرف ديال المدينة، زنقة اللي هي هادئة بزاف. الدار كانت كبيرة شوية وعندها واحد الحديقة زوينة، واحد الباب ديال الحديد. مول الدار قال لي بنيتي الا بغيتيها خديها اليوم، بحيث كاينين ناس اخرين باغيينها. انا ما عرفتش بلي هاد السيد غيدار ليا بحال هكذا. دخلت كنشوف الدار من الداخل، كلشي كان عادي، شي شويه فيها شي حوايج قدام، ولكن قلت ماشي مشكل. مع انا كنت خدامه خدمه غير على قد الحال، كنت باغا غير باش نديباني. قلت يمكن الناس ما باغيينهاش حيت بعيده. ايوا خديتها من عند السيد. اول نهار بت فيها داز عادي، تاني نهار داز عادي، ولكن في الليله الثالثه تبدلت حياتي كامله. كنت ناعسه واحد شويه، كنسمع الصوت ديال الطفل كيبكي. فتحت عينيا بالخلعه، الصوت كان واضح، طفل صغير كيبكي. انا بقيت ساكته كنسمع صوت الدري الصغير كيقول ماما ماما خرجيني خرجيني. قلبي انا صافي في ديك اللحظه صدمت. مع انا في دار كبيره ساكنه فيها وبوحدي، ما توقعتش هادشي كله يكون في هاد الدار. نضت وانا شعل الضوء دغيا والصوت وقف. بقيت كنقول مع راسي يقدر غير كنت كنحلم. ايوا بعد منها عاد غادي نصدم. ملي طفيت الضوء رجع عاوتاني داك الدري الصغير كيبكي ماما ماما خرجيني. قلبي صافي بدا كيضرب. انا الله يا ربي يا سيدي المن غادي ينصوني، وشكون اللي غيجي عندي في هذا الليل؟ قربت ودي الحيط وانا نتصدم. الصوت كان جاي من الداخل ديال الحيط. عرفتو في ديك اللحظه تجمد الدم في عروقي. خرجت من البيت دغيا. في ديك الليله مشيت لبعد عند صاحبتي، صوريت ليها وقلت ليها والو غنجي عندك دابا البات عندك. الصباح رجعت للدار عادي وحكيت لمول الدار شنو واقع. مول الدار تبدل الوجه ديالو، هو يقول لي هذاك غير صوت ديال الريح، غير بحيث دابا ولفتي الدار داكشي علاش وقع لك هكذا. انا قلت مع راسي يقدر يمكن هادشي اللي كيقول صحيح. بديت كنلاحظ انايا ان الجيران كلهم كيشوفوا فيا فاش كنخرج، بحال باغيين يقولوا لي شي حاجه وما قادينش. حتى جات عندي واحد المراه كبيره بالحومه وقالت لي خرجي من هاد الدار قبل ما يفوت الفوت. سولتها وقلت لها علاش، ولكن مشات وخلاتني. داك النهار بقيت كنقلب على تاريخ ديال هاد الدار في الانترنت، ولقيت خبر قديم: اختفاء طفل عمره 6 سنين داخل منزل غامض والشرطة لم تعثر عليه. العنوان نفس الدار اللي انا ساكنه فيها. يدي بدات كترعد. في الليل قررت نصور الصوت بالتليفون باش نتاكد باللي انا ما كنحلمش.
قلت لا. طفيت الضوء وتسليت. دقائق دازو وفي لحظة رجع داك البكاء ديال داك الطفل. وليلي هاد البرة الطفل كان كيهضر. قال هي دفلات لي الا. عرفتو في ديك اللحظة انا الجسم ديالي كله بدا كيترعد. بديت كنسمع الدقات كيجيو ليا من الحيط، شي حد كيدق في الحيط طاخ طاخ طاخ، بحال شي حد باغي يخرج من داك الحيط. هربت انا للباب ولكن الباب ما كانش كيتحل. العجب كيفاش الباب ما تحلش ليا في ديك اللحظه. بديت كنغوت وكنضرب الباب. واحد شويه وانا سمع الصوت ديال مرا كاين من ورايا كتقول علاش رجعتي. انايا دوت راسي بشويه وشفت المرا واقفه في الصالون جالسه هكذاك في الصالون، لابسه واحد اللبسه بيضه، واحد لاغوب بيضه وقديمه، وشعرها مغطي وجهها حتى هو مغطي. لكن اخطر حاجه غتوقع ليا هي كانت كتشد ولد صغير من يدو، الولد اللي كنت كنسمع انا صوته في البيت. بقيت انا مصدومه ما قداش نتحرك. المرا شافت فيا وهي تقول لي هو ما حبسش البكا حتى دفلتو. انا صافي بغيت، ما كرهتش في ديك اللحظه نخرج من ديك الدار، ولكن الدار ما بغاتش تفتح. المرا فاش شافت فيا وقالت لي هو راه ما حبسش البكا حتى دفلتو، طفى عليا الضوء. بديت انا كنغوت حتى رجع الضوء. ملي رجع الضوء ما لقيت حتى حد في الصالون، الباب تحل بوحدو. خرجت انايا كنجري بلا سلطانه بلا حتى حاجه، خرجت كنجري في الزنقه حتى طاحت بيا الارض. من بعد ايام قررت نمشي للشرطه ونحكي لهم كلشي. واحد الشرطي كبير في السن بقى ساكت وكيسمع ليا، ومن بعد قال لي واحد الجمله عمر لي غادي نساها. قال لي هاد الدار راه تسدات من 18 عام هادي. قلت ليه كيفاش؟ انا كنت ساكنه فيها. شاف فيا وهو يقول لي اخر وحده سكنات فيها كانت مرا وعندها ولد صغير. انا سولته قلت ليه وفين مشات؟ هبط عينيه وهو يقول لي هي اللي لقاوها مدفونه داخل الحيط. اويلي اش هادشي؟ كيفاش هي اللي لقاوها مدفونه داخل الحيط؟ تقرب لي الصوره القديمه ديال هاد السيده. خديت انا الصوره بيدي وانا كنترعد، وفاش شفتها حسيت بالنفس ديالي توقف. كانت نفس السيده اللي شفت في الصالون، نفس لاغوب البيضاء، نفس الوجه، نفس النظره المرعبه اللي كتشوف بها. ولكن اللي صدمني هي انها ما كانتش هنا، ما كانتش غير بوحدها. الولد اللي كان معاها في الصوره كانت معاه واحد الدوبيه صغيره حمراء، نفس الدوبيه اللي لقيتها انا في البيت فاش دخلت اول مره. لقيت بالليل واحد البوليكه لقيتها في البيت مليوحه. رجعت للدار ديالي مرعوبه وبديت كنجمع حوايجي باش نهرب بديك الدار. وليلي قبل ما نخرج سمعت الصوت ديال شي حاجه طاحت في الصالون. مشيت بشويه ولقيت الحيط مشقق، من وسط داك الشق خارجه يد صغيره ديال الطفل. تراجعت انا وبديت كنغوت، وفجاه سمعت نفس الصوت، ماما راه مازال هنا. كيغوت وكيقول ماما راه مازال هنا. الحيط بدا كيتحل شويه بشويه والريحه خايبه بدات كتعطي في الدار. بالداخل بان لي انا واحد الهيكل عظمي صغير وحدها واحد الساعه قديمه. صوريت انا البوليس وجاو بداو كيحفروا في الحيط وخرجوا بقايا ديال داك الطفل. فعلا الطفل كان مدفون تما بالسليل. الشرطي وقف وهو يقول لا هادشي مستحيل. سولته علاش؟ قال لي الولد اللي اختفى لقاوه ب 18 عام مدفون في المقبره. حسيت بالدنيا كدور بيا. قلت ليه اذا
شكون هذا اللي كاين وسط الحيط؟ رجعت نشوف في الحيط كان مكتوب بالدب باقي واحد اخر. انا تصدمت وهربت. هذه هي قصتي، القصه ديال الدار اللي كريت وخلات لي الدب اللي كريتها. قولوا لي كيفاش جاتكم القصه، وفي قصه جديده ان شاء الله. وإلا عجباتكم ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتخليو لي تعليق زوين بحالكم.